بصي يا قلبي شاهي، مفيش حاجه اسمها انا عندي برود، انا عندي فتور، انا ما بحسش بالعلاقه الزوجيه، انا اتنفرت من العلاقه الزوجيه، انا عارفه ان انا غلط، انا عارفه ان انا عندي مشاكل نفسيه، انا عارفه ان انا مش متعرفه على جسمي كويس وعشان كده عندي برود. مفيش حاجه اسمها كده. واقول لك على حاجه، انا عارفه الناس هتطلع تقول لي انت بتهري، بس ده بجد. في بنات مختونه وما عندهاش برود جنسي خالص، بل بالعكس. ليه بقى؟ علشان عندها حد راجل حرك ده عندها، الاحساس والمشاعر عندها. فانا اسفه، مفيش ست عندها برود. في ست راجل حببها في العلاقه اللي هي لا تفقه عنها شيء ولا تعرف عنها اي شيء اطلاقا، وبيبقى هو اللي عليه العامل كله انه يعرفها على جسدها ويعرفها على جسده، وكمان يحببها في العلاقه دي. يا اما هتفضلي طول عمرك عندك نفور من هذا الشخص، وهو ما عندوش القابليه انه يدعبك، انه يحببك في نفسك، انه يحببك فيه. فبرغم ان انا بشوف ان الست عليها عامل كبير في العلاقه الزوجيه، ولكن فيرست ستيب دايما بتيجي من الراجل، انه ياخد الخطوه انه يعرفك على جسدك ويحببك في جسدك ويحببك في هو شخصيا جسده والعلاقه، هو اللي عليه عامل في ده وهو اللي يتسأل على ده. تمام؟ واسألي كل الدكاتره السايكاتريست هيقولوا لك كده. انتي ريسيفر، تمام؟ ما عندكيش اي مشكله انك تستقبلي، عليكي دور ومهمه تعمليها طبعا، ولكن الفيرست ستيب بتيجي من الراجل في مجتمعنا العربي الشرقي اللي بيحرم ان الست تعرف حتى معلومه عن ده قبل الجواز، وده عيب في مجتمعنا. فالراجل بقى خلاص يشيل الشيله كلها. ما هو لو جابك طلعتي عندك معلومات بيقول عليكي كلام مش كويس وبيطلقك وبيسيبك عند اهلك علشان انت ذو خبره وذو وعي وذو ثقافه وثقفتي نفسك. والخبره دي ممكن تبقى خبره فكريه، خبره من الناس اللي حواليكي، مش خبره تجريبيه يعني. بس طبعا مين يفهم ومين يصدق، وتحلفي مهما تحلفي يا اختي كدابه، انت امراه ملعب. فعلشان نخلص من الليله والهري دي، انت زي الفل، اتجوزي تاني ان شاء الله، ربنا يكتب لك حد يحببك في الحوار كله وفي نفسك وفيه. بس اشتغلي على نفسك بقى، ان انت تحبي بقى نفسك وجسدك من دلوقتي. انت خلاص سبق ليكي جواز قبل كده، فتعرفتي على جسدك بما يكفي. حبيه تعاطفي مع نفسك كمان مشاعريا علشان تقدري ان انت تتجوزي تاني وتطبطبي على نفسك تاني. الحياه مش هتقف على تجربه وحشه ابدا. وعايزه اقول لك على حاجه، النوم في السرير مع بعض ملوش اي علاقه بالعلاقه الزوجيه، ولو هو طلبها كل يوم مش مشكله، ده مش عيب، بالعكس دي حاجه لطيفه مش وحشه. بس الفكره بقى انت تعلميه ازاي يطلبها، ازاي يعملها، ازاي يدعبك، الحاجات دي بقى انت ايه فاهمها له واحده واحده. بس انت مش عارفه اجيبها لك ازاي. طولي بالك واعرفي ان الحاجه الغلط ما نستسهلش فيها ونعملها، نفضل نجبر نفسنا على الصح لحد ما هو اللي يسود، هو اللي يمشي طبيعي. فاوعي في جوازتك التانيه تنامي بعيد عن جوزك مهما حصل.